ده القلب ودي الكلية وده الغدة فوق الكلوية. استنى، وده الكبد. يوه، ده في كمان هرمون الالديستيرون. يا ترى ايه علاقة الليلة دي كلها ببعضها؟ هو ده اللي هنشرحه مع بعض بالتفصيل الممل في حلقة النهاردة. احنا لسه هنقول مقدمات، يلا بينا ندخل في الحلقة. معكم كابتن اناليسيس. الالديستيرون هرمون ليه اسم تاني وهو المينرال كورتيكويد. ما تيجي نفصص الاسم ونشوف الموضوع. بص يا سيدي، كلمة مينرال ده معناه ان الهرمون ده ليه علاقة بالمعادن والاملاح، وكلمة كورتيكويد معناها ان ده استيرويد هرمون بيتم تصنيعه من الكوليسترول. جميل جدا. بيتم إنتاجه منين؟ إحنا قلنا إن السوبرينال كورتكس بتتقسم لتلاتة زونة. في زونة منهم اسمها الزونة جرانيولوزا، هيتم من خلال الزونة جرانيولوزا إنتاج هرمون الألديستيرون. طيب، في هرمون تاني بيتم إفرازه من القلب، بيسمى بال ANH هرمون، وده بيشتغل عكس هرمون الألديستيرون. طيب، هرمون الالديستيرون بيبقى ليه ريسبتور خاصة بيه بتسمى الالديستيرون ريسبتور، اللي الهرمون بيمسك فيها ويبدأ يقوم بالأكشن بتاعه. بيتم التخلص من هرمون الالديستيرون عن طريق الليفر، الكبد. طيب، في 4 عناصر كمان لازم تكون عارف إنهم متحكمين في إفراز هرمون الالديستيرون، وهما الصوديوم والبوتاسيوم وهرمون ال ACTH والأنجوتنسيس 2. ركز بقى معايا عشان هنشرح الموضوع ده بالتفصيل الممل. تعالوا نتكلم عن علاقة الالديستيرون بالمينرال الصوديوم والبوتاسيوم. ركز معايا. الوظيفة الأساسية للالديستيرون إن يعمل احتباس للصوديوم وللمية للوتر، ويقلل من تركيز البوتاسيوم. طب تعالى أفكرك بمعلومة بسيطة. الكدني أو الكلية عندي بيكون فيها الوحدة الأساسية وهي النفرون. النفرون دي هيكون فيها داكت بتسمى بالكوليكتنج داكت. الكوليكتنج داكت دي هيكون عليها ريسبتور خاصة بهرمون الالديستيرون بتسمى بالالديستيرون ريسبتور. أول ما يظهر هرمون الالديستيرون عندي هيمسك في الريسبتور دي وهيقوم بوظيفته. وظيفته إيه؟ هي تنشيط الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب ركز معايا. الكوليكتنج داكت دي عبارة عن الأنبوبة المجمعة للبول. هيتم طرد من البول 3 أيونات صوديوم للخلية ومن الخلية للدم. طب احنا طردنا الصوديوم، هنعمل ايه؟ هندخل أيونين بوتاسيوم، وأيونين البوتاسيوم دول هيدخلوا للخلية وبعد كده يروحوا في البول. جميل. يبقى أنا خدت الصوديوم من البول حطيته في الدم، وخدت البوتاسيوم من الدم حطيته في البول. بس انت عارف ان البوتاسيوم عندك بيكون الكالاين، فكده البول عندك هيفضل الكالاين. قالك لا، هو البول الطبيعي بيكون اسيدك. طب ازاي احنا بنحافظ على الاسيديتي الخاصة باليورين؟ قالك ركز. اصل وانت بتدخل البوتاسيوم عندك للبول هتطرد معاه كمان هيدروجين، والهيدروجين اسيدك والبوتاسيوم الكالاين، فاحنا كده هنعادل الوسط في الشخص الطبيعي وهيستمر الوسط عندي للبول اسيدك. لازم تكون عارف ان تأثير هرمون ال ACTH على الالدوستيرون بيكون بنسبة بسيطة جدا. دلوقتي هنتكلم عن الانجوتنسين 2 او الرينين انجوتنسين الدوستيرون سيستم، فركز معايا عشان اشرح لك الموضوع بالتفصيل الممل. لو حصل عندي انخفاض لضغط الدم hypotension أو انخفاض السوائل خارج الخلية، إيه اللي بيحصل في الجسم وإيه علاقة الكلية بالموضوع؟ ركز معايا. بص يا سيدي، الليفر الكبد هينتج ليا مادة اسمها أنجيوتنسيجين. المادة دي أول ما تظهر هتقوم الكلية تطلع لها هرمون. الهرمون ده هيحول الأنسوتنجين لانجيوتنسين 1. يبقى الكبد طلع لي انجيوتنسيجين. تمام. اول ما شفناه راحت الكليه مطلعه له رنين. الرنين هيحول الانجيوتنسيجين لانجيوتنسين 1.
اول ما الانجيوتنسين 1 يظهر عندي هتقوم اللنج الرئه تطلع لي انجيوتنسين كونفرت انزيم يحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. طب ايه الانجيوتنسين 2 ده؟ قال لك ده يعتبر سترونج فازو كونستراكتور، وده هنعرفه كمان شويه. مش كده وبس، ده الانجيوتنسين 2 بيعمل استيميوليت للادرينال كورتكس ويحفزها لافراز الالدوستيرون. طيب العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. طب الالدوستيرون ده اهميته ايه؟ قالك بيعمل لي ريتنشن، بيحفظ كل من الصوديوم والووتر، وكمان بيعمل اكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين، ودول هيشتغلوا على الديستال تيوبل وعلى الكولكتنج داكت ان نيفرون. فهمنا الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم؟ نكمل مع بعض. لما بيظهر عندي الانجيوتنسين 2 هيقوم بشوية أدوار. أول حاجة فازو كونستراكشن، يعني هيضيق لي الأوعية وده هيعلي لي ضغط الدم. تاني حاجة استيميوليت للالدوستيرون زي ما شرحنا. كمان هيعمل استيميوليت لهرمون ال ADH وده هيسبب ابزورب للووتر. كمان بيعمل استيميوليت للهايبوثالاموس وده هيسبب ليا انك تحس بالعطش السيرست. ده مش كده وبس، ده بيعمل انقباض للشرايين الصادرة من كبيبات الكلية وده هيحافظ على معدل ترشيح الكلية. ركز معايا، انا عندي في حالات تانية هتزود لي هرمون الالدوستيرون زي البلاد لوز فقدان الدم والبريجنانسي الحمل والحروق. طيب ارتفاع الالدوستيرون عن الطبيعي بيسمى هايبر الدوستيرونيزم، وانخفاضه عن الطبيعي بيسمى هايبو الدوستيرونيزم. ركز معايا عشان هقول لك كيس مهمة جدا. في نوع من الضغط الدم بيصيب الانسان بشكل مستمر، النوع ده بيصاحبه انخفاض لنسبة البوتاسيوم. لو جيت سألت المريض هتلاقي ان في تاريخ مرضي في العيلة بتاعته بالنوع ده من ضغط الدم. البيشنت دوت ممكن يحصل له ستروك، سكتة دماغية مبكرة في عمر صغير، يعني مش هيجيب ال 40 سنة، وممكن يحصل له تيس. من ضمن الإجراءات الوقائية اللي بنعملها للمريض دوت إن إحنا بنقيس هرمونات الألدوستيرون واليونين، لأن ده هيفيد الطبيب المعالج في العلاج الصحيح. يلا بينا نعمل انتربريتيشن جميل جدا بين 3 هرمونات وهما الالدوستيرون، اليونين، الكورتيزول. فركز معايا، لو لقيت الالدوستيرون عندك عالي واليونين قليل والكورتيزول نورمال يعني طبيعي، هنا انت عندك برايمري هايبر الدوستيرونيزم. طيب لو لقيت الالدوستيرون عندك عالي واليونين عالي والكورتيزول نورمال، هنا انت عندك secondary hyper aldosteronism. طيب لو لقيت الالدوستيرون عندك طبيعي او قليل واليونين قليل والكورتيزول عالي، هنا انت عندك كاشنج سندروم. طيب لو لقيت الالدوستيرون عندك قليل واليونين عالي والكورتيزول قليل، هنا انت عندك اديسون ديزيز. تعال اشرح لك حاجة مهمة جدا بتسمى بالكون سندروم، وليها اسم تاني وهو البرايمري هايبر الدوستيرونيزم. فركز معايا، انا عندي السوبر رينال جلاند هتفرز لينا هرمون الالدوستيرون بكمية كبيرة جدا، وده هيسبب انخفاض لهرمون الرينين وبالتالي هيرتفع ضغط الدم عندي. الموضوع ده هيحصل نتيجة لسببين، يا إما السوبر رينال جلاند أدينوما وده بنسبة 33%، يا إما السوبر رينال جلاند هايبربليزيا وده بنسبة 66%. المريض ده هنلاحظ زيادة امتصاص الصوديوم عنده وفقدان البوتاسيوم بكمية كبيرة جدا، وبالتالي هيحصل عنده ضعف في العضلات. هنشخص الموضوع ده عن طريق اختبار اسمه الدستيون تو رينين ريشو، هتقيس هرمون الالدستيون واليونين وتعمل الريشو ما بينهم. لو لقيت النتيجة عندك مرتفعة يبقى انت عندك كون سندروم. تاني حاجة عندي وهي secondary hyperaldosteronism. يعني ايه؟ قالك دي اكتر حاجة مشهورة عندنا وبتحصل نتيجة لشوية اسباب زي decrease blood flow to the kidney، يعني قلة تدفق الدم للكلية. كمان في حالات الهايبوتنشن
وكمان في حالات انخفاض نسبة الصوديوم في البلاد ستريم أو في الدم. ركز معايا، أنا عندي الكدني بتتغذى بالدم عن طريق البلاد فيزل. لو حصل إن البلاد فيزل دي حصل فيها تضييق زي الرينال ارتري ستينوزس، دوت هيحفز إنتاج هرمون الرينين والالدوستيرون، وبالتالي هيرتفع ضغط الدم عندنا مرة تانية. في أسباب تانية للسكندري هايبر ألدوستيرونيزم زي الكونجستيف هارت فيلير والسيروزس اوف ليفر والكدني ديزيز. طب تعالى نروح لأسباب انخفاض الألدوستيرون. قالك بيحصل في حالات الأديسون ديزيز والهايبركاليميا والهايبونيتريميا. في شوية ملاحظات مهمة جدا لازم تعرفهم قبل ما تيجي تعمل تحليل الالدوستيرون. في بعض الأدوية هتأثر على نتيجة الهرمون ده زي البيتا بلوكرز والاي سي اي انهبيتورز، وبالتالي قبل ما تيجي تعمل التحليل ده لازم توقف الأدوية دي خلال أسبوعين. خلي بالك ان العرقسوس اللي احنا بنشربه بيشتغل بنفس طريقة الالدوستيرون، وبالتالي لازم نوقف شربه قبل اجراء التحليل باسبوعين. كمان لازم وانت بتسحب للمريض تخلي بالك اذا كان المريض واقف ولا اذا كان مستلقي او نايم، لان النتيجه الطبيعيه بتختلف من الوضع وهو واقف عن الوضع وهو نايم زي ما انت شايف قدامك. دي كانت حلقه النهارده في هرمون الالدوستيرون. اتمنى الحلقه تكون مفيده واتمنى تكون استمتعت معانا، ولو انت شايف اللي احنا بنفيدك في الحلقات بتاعتنا ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو وتسيب لنا تعليق كويس تحت الفيديو. كان معاكم كابتن اناليسيس.